تحدث يامال: خيبة أمل ورسالة قوية بعد تعادل برشلونة أمام رايو فايكانو. تحدث لامين يامال النجم الشاب لبرشلونة بصدق عن خيبة أمله بعد التعادل 1-1 أمام رايو فايكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. المباراة التي أقيمت على ملعب تيريزا ريفيرو أظهرت أن الفريق ما زال يعاني من مشاكل في التركيز رغم تقدمه أولاً عن طريق يامال من ركلة جزاء بثقة كبيرة في الشوط الأول. اللاعب أشار إلى أن هدف رايو في الدقيقة 76 جاء من ركنية استغل فيها الخصم غياب التواصل بين مدافعي برشلونة، مؤكداً أن مثل هذه الأخطاء لا يجب أن تتكرر. وأضاف أن محاولات فايكانو لاختراق الدفاع من الخلف لم تكن السبب المباشر للتعادل، بل سوء التنظيم في الكرات الثابتة. يامال أوضح أن الفريق يفتقد الحماس الذي كان يتميز به في الموسم الماضي، مشدداً على ضرورة التعلم من هذه البدايات الباهتة والعودة بروح أقوى بعد فترة التوقف الدولي. وبرغم صغر سنه، أظهر ثقة كبيرة بتحمله المسؤولية، سواء عبر التسجيل أو دعم زملائه داخل الملعب. هذا التعادل يعكس حاجة برشلونة لإيجاد الانسجام مجدداً، خاصة مع اعتماد المدرب على المواهب الشابة. ومع روح يامال القتالية، يبقى الأمل قائماً في استعادة المستوى الذي يليق بتاريخ النادي.